انت داخل على مهرجان معمول في الصحراء، مجال كبير قوي يا مولانا اسمه قرية التمساح. وتعالى لما اوريك حتة حتة كده وهخليك تتعجب باللي انت هتشوفه، وحاجات مش هتصدق انها موجودة هناك. حيوانات بره وجوه، عسل وفطير، اسماك زينه واسماك عجيبه كده، مناظر طبيعيه تحاكي الطبيعه بجد، معموله بدقه عشان تخليك تفصل من جو المدينه وتحس بجد ان انت في قريه ساقيه وافران بلدي وعربيه كارو. سيبك بقى من السلاحف والقرد اللي حوالين نفسه قاعد بيلف، واطلع من جنينه الحيوانات دي وتعالى اوريك. تعالى اقول لك ان في منطقه العاب فري عشان حتى العيال كمان يستمتعوا ويحلوا عننا واحنا بناخد الشاي بعد الاكل، زي ما هوريك كمان شويه. وحوالين منطقه الالعاب في حديقه حيوانات تانية برضه، خلي بالك يا باشا كل ده فري. والله زي ما بقول لك كده، روح اتفرج على النعامه بس وانت هتعرف. تفتكر هم كده بس رادوا العيال الصغيره؟ لا يا وحش. طب بص احنا لحد دلوقتي يا جماعه ما دخلناش على التقيل، اللي هو ان ده اساسا مطعم بيقدم احلى اكل بدوي واحلى مشويات واسماك ولحم نعام وحاجه يعني جامده جدا. القعدات مختلفه، ترابيزات كبيره ترابيزات صغيره قدام شاشات التلفزيون، او ممكن تقعد على الارض في مربوعه عادي، منبر ومشاوي ومحاشي ومقالي وكل حاجه. وانت عارفين انا بعشق الاكل وبقول رايي بكل امانه، بصراحه الاكل بتاعهم تحفه جدا، والاستاف كمان على فكره على قمه عاليه قوي من الادب والاخلاق. انا واللي موجودين معايا اتبسطنا جدا من بعد الاكله الحلوه دي. ما تنساش عزيزي المشاهد كنافه مع الشاي بالنعناع. يا اخوانا ده مش مطعم، ده خروجه كلها على بعض من بابها. وعلى فكره بقى التمساح كان موجود جوه بس انا ما رضيتش اصوره عشان ما اقلقش، بس بجد كان يوم جميل جدا واكله جميله جدا. تابعونا يا جماعه عشان تشوفوا تجارب اكتر. خد بالك عشان هيغفلوك ويحطوا لك الاستيكر ده. دوس على زر الاشتراك وفعل زر الجرس. سلام.